في تمييزات بين فوارق بين الجنسين، يعني فوارق بيولوجية من ناحية البيولوجية موجودة ضمن شخصية المرأة وضمن شخصية الرجل. في كثير هرمونات عم تتغير في هرمونات تختلف هرمونات الرجل من هرمونات المرأة، في كثير هي الفوارق. طبعا بسبب وجود الفوارق انه دائما بيطلعوا على المرأة بانها نقطة الضعف، ما عندها هالقدرات تقاوم مثل الرجل. لهالشيء عم بتمدد هذا الشيء بخلق تعصبات جنسوية. افسيروج حملاك پروردهیه رابطی تید کنگراستار مواسپاز دکن افسر کفتیج وان خوازن راستی ام کیف خوشن بس خواست درشتر بایا ام ویدار بکن درشتر بکن داروج مثلا ماک روزانه ما روز چند ساعت کی ور پرورده بینی پرورده پر باش به شويه بردفك كي يا بيشنج كي ولاتك كي او تشبه دبيتك كبرورده ده كبرورده نقال عالمي بريبه وملاتك بريبه شويه پرورده ما قال كي بي ام كي بي زنجيبون ام كي بي غمجيمو جيته ده ام سرفرادو جي بي براستي پرورداك پرگرنگ بو شو طيبه سر جنيبو وطيبه سر ملت قشيبو طيبه شنو مرو نقاش بك ملتره شنو مرو عالم بريبك شنو عالم مرو وكبك شنو مرو موضوع شعر سلبك شنو اكيد نام ملت مرو قال ادي كار بك شو اولو پرورده كي گرنگ بو ام كي كيف خوش ام تخوازن بيدارن جوالي من يجن طيبه كونغراستار يحملاك بتربك مثلا سيروج شو تيرا مرو هناك برا پرورداك مثلا دريج بازرو جاب ماك بدماء بسبب بشكل اسبوعي بشكل مهاني بشكل شدروك ورتك به پروردانا برباش به. وجدت ان هذه الندوه ندوه قيمه جدا، خصوصا انها تعالج قضايا اجتماعيه مهمه، اهمها قضايا الطلاق والزواج والميراث للناس اللي يتوفون، كما انها تعالج قضيه مهمه هي الحياه الزوجيه والعلاقه بين المراه والرجل والأساليب والممارسات العنفية التي تمارس ضد المرأة، وإيجاد الحلول المناسبة لوضع أرضية مناسبة للعيش المشترك بين الرجل والمرأة، لتأسيس مجتمع وأسرة يحتاجها المجتمع لنصل إلى مجتمع راقي ومجتمع متفهم. بالطبع هناك خلفيات اجتماعية سابقة كانت تمارس على المرأة وضد المرأة. الآن هناك عقلية انفتاحية باتجاه إزالة كل المعوقات التي تمارس ضد المرأة من خلال الثقافة، من خلال الندوات، من خلال المحاضرات ونشر الثقافة والإعلام بين أبناء المجتمع لإيجاد علاقات متوازنة بين الرجل والمرأة.